بص يا صديقي الزملكاوي، طبعا انا اهلاوي يعني ما كنتش اتمنى ان انت النهارده تكسب يعني. بس انا يعني عايز اقول لك على حاجه، يعني كويس ان انت النهارده كسبت، يعني ده حاجه كويسه. يعني انا اقول لك اكلمك بكل صراحه، انت النهارده عملت مباراه حلوه جدا يعني. بصراحه مباراه ادائك النهارده بالذات في الشوط الاولاني كان حلو قوي. التبديلات بتاعتك كانت حلوه، نظامك في يعني الملعب بتاعك كان حلو، رغم ان كان عندك بعض غلطات. يعني مثلا غلطه من الونش كانت ممكن تكلف جون، غلطه من العواد كان ممكن تكلفك جون، بس يعني برضو التوفيق كان معاك شويه. بس النهارده يعني شكلك في الملعب حلو، انت جبت النهارده كورتين في العارضه. خلي بالك انت يورا برضو النهارده محمود جاد النهارده كان متالق في الشوط الاولاني، شايل مثلا كورتين ثلاثه. فاهم انت قصدي؟ كوره مصطفى شلبي، الكوره برضو بتاعت زيزو اللي شاطها، وبعدين تروح اللي اسمه ايه، لسيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري بياخدها ويطول فيها قوي، يعني طول فيها قوي. لو كان شاطها على طول مره واحده كانت هتبقى جون، لكن هو طول فيها قوي واستنى عليها قوي، شاطها جت في العارضه. فاهم انت قصدي؟ الجون بتاع زيزو جميل جدا، الجون اللي جه في الدقيقه 63، جون حلو قوي يا جماعه. اللي عجبني في الجون ده تفكير زي سيف الدين، سيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري ده اللي مشيلاك بكعبه حلو قوي قوي قوي. مشيلاك حط اداها ليه زيزو، فزيزو اخدها، ويعني ما شاطش على طول، ده هو لمه حلوه وراح راكنها ركنه حلوه جميله جدا جدا. فبيبقى جون الاولاني جون جميل جدا جدا جدا. انت شكلك في الملعب احسن، انا ما كنتش اتوقع الكلام ده خالص. يعني انا عمري ما كنت اتوقع اللي انت النهارده تكسب المصري خالص. انا كنت مثلا متوقع مثلا النهارده المصري هيكسب مثلا، يعني ممكن 2-0 3، بكلمك بكل صراحه، لان انت مضغوط. المدرب بتاعك هرب، وطبعا هرب عشان الفلوس، نتكلم بكل صراحه. هو هرب عشان، سيبك من اللي يقول لك الاهلي عايز يمشيه عشان بياخد بطولات، سيبك من العالم المعتوه دي اللي على التيك توك، العالم اللي عايزه تجيب ريتشات لقناتها واللي بتاع كلها. فاهم انت قصدي؟ فاهم انت؟ ده الناس دي هو هرب عشان الفلوس. واحد جاي له ملايين يا عم الحاج، فاهم انت؟ مش هيسيب النادي. طب ما هو احمد مجدي ما مشى معاه في ايه، اللي هو كان واقف ماسك النهارده الماتش، ما هو ماشي معاه، راح معاه. فاهم انت؟ ده اخر ماتش ليه النهارده. وهقول لك على حاجه، احمد مجدي النهارده كان عامل مباراه، اسمه احمد مجدي ما اعتقد يعني، عامل مباراه ورب الكعبه ورب الكعبه احسن ما بيعمل جوزيه جوميز النهارده. يعني كان عاجبني النهارده اللي هو حاطط ميشيلاك في نص الملعب. انا كان عاجبني النهارده ميشيلاك في نص الملعب، مش حاجات اللي مش كان بيلعبوا وينج مثلا او مكان مصطفى شالب والكلام ده، لا. كان النهارده عاجبني في نص الملعب، حلو قوي في نص الملعب. زيزو النهارده برده كان حلو. مصطفى ماشي، كان مصطفى شلبي كان حلو بس بعض القرارات بتاعته مش حلوه. سيف الجزيري ماشي كان حلو بس بعض القرارات مش حلوه. فاهم انت قصدي؟ عبد الله السعيد هو نجم المباراه. عبد الله السعيد يا جماعه بالسن ده، بسم الله ما شاء الله، بسم الله بالشيخ. هو كان في الاهلي طبعا، هو غلط لما مضى للزمالك والهري ده كله، وبعدين راح بيراميدز والهري ده. بس عبد الله السعيد ورب الكعبه هو نجم المباراه، بيدافع بيهاجم نص ملعب، فاهم انت؟ بيعمل كل حاجه في المباراه. لا 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 لا، عبد الله السعيد حاجه تانية يا جماعه بصراحه. يعني انا عايز بس اجيب لك اسم المدرب عشان انا يعني برضه عشان اقول لك الاسم صح، عشان انا برضه ايه اسمه احمد مجدي زي ما بقول انا يعني. فاهم انت؟ فالنهارده انت النهارده كنت كويس. فتوح برضه النهارده بس ما ظهرش كتير، فتوح برضه ما كانش بيهجم كتير يعني. النصر النهارده ما جاش. علي ماهر النهارده يعني كان نازل اللي هو واثق اللي هو يكسب، قال لك انا هنزل اكسب الماتش ده وسوق. عارف انت؟ انا كسبان الماتش اللي فات، فاهم انت؟ واللي قبليه، فاهم انت؟ لا، وبقالنا 4 ماتشات ورا بعض بنكسب، يعني مصر بقى له 4 ماتشات ورا بعض بنكسب، والزمالك بيمر بظروف مش حلوه. الزمالك وحش جدا، وهروب المدرب بتاعه، ومفيش استقرار، وفي وجع دماغ، وفي افشخانات ومش عارف ايه. فلا لا، هيبقى النفسيه مش حلوه. فنزل يعني معظم اللعيبه ما كانش حلو النهارده، محمد الشامه ما كانش حلو. فاهم انت قصدي؟ في لعيبه برده في المصري ما كانوش حلوين النهارده. مثلا عندك برده اللاعب اللي هو اقول لك اهو اللي كان في الاهلي ده، صلاح محسن ما كانش حلو خالص. فخر الدين بن يوسف ما كانش حلو خالص خالص خالص. فاللعيبه محمدي ما كانش حلو برده، ما فيش يعني حتى يعني الجول اللي جه يعني سرحان من الدفاع وسرحان توهان يعني خالص يعني. فانت النهارده يعني انت النهارده كنت حلو خلاص. حاجه اكلمك بس ايه في تفاصيل المباراه يعني. في الدقيقة 4 ضرب ركنية للزمالك بيلعبها عبد الله السعيد، بيخش الونش بدماغه يعني بيلعبها بدماغه بتيجي. دي اللي ما كانش جت في مصطفى شلبي. مصطفى شلبي هو واقف هنا ليه يعني؟ واساسا هو مش واخد باله اللي هو واقف مثلا في مسطره التسلل يعني. فيعني ما تفهمش هو واقف هنا ليه يعني. فالكوره بتخبط فيه وبعد كده الحكم بيحسبها تسلل. بعد كده في الدقيقة 7 عبد الله السعيد ادى كرة لزيزو،
زيزو اداها لعبد الله السعيد، شاطها طلع محمود جاد، ضربه ركنيه حارس مرمى المصري. بعد كده في الدقيقه الثامنه مصطفى شلبي ادى كره حلوه قوي لنبيل عماد دونجا. نبيل عماد دونجا شاطها بتخبط في مدافع المصري وبتطلع ضربه ركنيه. بعد كده في الدقيقه 19 هجمه للزمالك يشوطها زيزو، بيتألق محمود جاد، بتروح بيصدها يعني، بتروح لسيف الدين الجزيري فبيشوط. طبعا هو طول فيها وقعد يتلوكا ومش عارف ايه، شاطها جت في العارضه. في الدقيقه 20 تصويب من مصطفى شلبي بيطلعها محمود جاد. وبعد كده في الدقيقه الاخيره من الشوط الاولاني عبد الله السعيد بيرفع كره حلوه قوي من فاول يعني، بيلعبها زيزو بدماغه تخبط في العارضه. فانا شايف انت كورتين في العارضه يعني. بعد كده في الشوط الثاني ما كانش فات ايه يعني الهجمه، الجون اللي كان جه اللي هو في الدقيقه 63 بتاع جون زيزو، كان جون حلو قوي يا جماعه. وبتخلص المباراه. يعني بيحاول المصري بس محاولات يعني وحشه قوي قوي قوي. وانت شفت اساسا يعني محمد الشامي يعني اللي هو يعني اللعيب بيشوط له كوره في اخر دقيقه، في اخر ثواني يعني، خلاص دي اخر هجمه. السينما بطريقه غريبه قوي طلعت بره، فيعني استهتار واداء مش حلو من المصري. بس يعني كويس ان انت النهارده في الظروف اللي انت فيها دي تلعب مباراه حلوه. انا بكلمك بكل صراحه يعني، انا اهلاوي وكنت اتمنى لك ان انت تتغلب النهارده يعني. لا احنا كمان احنا ايه يعني، الاهلي كان مغلوب يعني، اتغلب امبارح من الفريق المكسيكي باتشوكا بضربات الجزاء 6-5. فانا زعلان وانا اهلاوي اساسا، لان بص عايز اقول لك على حاجه، انا بخش على تيك توك وفي ناس كتيره بتشمل في الاهلي ومش عارف الحاجات دي كلها، فانا متضايق بصراحه يعني. فانا كنت اتمنى ان انت تتغلب النهارده، مش هقول لك لا يعني. بس انا ولا انت بتلعب في الكونفدراليه، انا كنت امبارح بلعب في الانتر كونتيننتال، فاهم انت؟ وبعدين انا رايح العب في كاس العالم للانديه، انا اول مره هقابل ميسي انتر ميامي، فاهم انت؟ فانا بقابل فرق تقيله. فانا كان املي، انا اللي مزعلني والله يا ابني، بص عايز اقول لك على حاجه، انا اللي مزعلني امبارح اللي احنا خلاص كنا يعني احنا اللي مسيطرين على الماتش. هو كهربا ابن الذين يعني ضيع له فرصتين ما يضيعوش. انا ما اعرفش المدرب ليه طلع اساسا يعني، ليه طلع وسام ابو علي يعني، هو اسمه لوحده يخض وسام ابو علي لا، وراح منزل لك كهربا ابن الله يهديك يا كهربا والله. والله انت منيمني امبارح متضايق وزعلان. كهربا يقول لك ايه حاسب على مشاعر اللعيبه. طب واحنا مين اللي مشاعرنا احنا؟ طب ما احنا بنتضايق وبنتخانق وبنقابل ناس زملكاويه بيضايقونا يعني. انا من امبارح الناس قاعده تحفل على ميتين امي، ليه اصحابه بتاع وشغلي ومش عارف الحاجات. فانا بقول لهم ان شاء الله تتغلبوا النهارده، ان شاء الله تتغلبوا النهارده. فطبعا النهارده برضه هلاقي الناس بتحفل عليا عشان انتوا النهارده كسبتوا يعني. فسبب الهزيمه بتاعتنا امبارح هو مارسيل كولر الاول، ثانيا كهربا ماشي. طبعا خالد عبد الفتاح ما اعرفش ليه طبعا عايز يروح الزمالك، ما تفهمش يا عم. بص اي حد بالسلامه، الناس دي بالسلامه، كل دول بالسلامه. انا عايز اقول لك على حاجه، انا مش عايز كهربا في الملعب. امام عاشور ما ظبطش نفسه بالسلامه، بلا اللي مش عاجبه كلامي يخبط دماغه في الحيطه، ولا دماغنا حراق ولا مش حراق. بص يا عم الحاج، انا ما عادش عايز حد من الزمالك. زيزو البالونه ده بتاعكم النهارده كان حلو النهارده، مش هقول لك بصراحه لا، بس هو بالونه اساسا يعني. ماتش كويس و10 لا، مش عارف انتوا طالبين فيه ليه 100 مليون جنيه اساسا، مش فاهم يعني اساسا يعني. هو طلع دخان من بقه ولا نار من بقه، مش فاهم يعني ايه. بس النهارده كان كويس يعني. فيعني مش عايز حد من الزمالك ولا زيزو، وعاش حد من الزمالك يعني. اساسا الناس دي بتيجي للاهلي بتغير تفكير الاهلي مشاكل، عشان مثلا ايه نبرمجهم على طبعنا، على القواعد بتاعتنا. بيجوا عاملين لنا مشاكل، كهربا يعمل مشاكل، امام عاشور يعمل مشاكل، فمش ناقصين على وجع دماغ يا عم. السلامه يا عم. حسين الشحات لو ما ظبطش نفسه بالسلامه، فاهم؟ انا بقول لك اهو، شوف انت بتفرقوا بين حسين الشحات وزيزو. فاحنا والله يا جماعه احنا عاجبنا لعيبه كتيره. محمد طاهر ما ظبطش نفسه بالسلامه، فاهم انت قصدي؟ فيعني انا زعلان. فعموما يعني عموما مبروك اللي انت كسبت النهارده. انا كان بس نفسي ان انا اقابل ريال مدريد بس والله، وحاجه جديده لينا اللي احنا يعني حتى احنا كنا اتغلبنا من ريال مدريد ما كنتش ابقى زعلان يعني. لو كنت اتغلبت من ريال والله ما كنت ابقى زعلان. احنا بنلعب في النهائي ريال مدريد، خلاص كانت والله خلاص. وبعدين احنا كنا جايبين جونين يعني، انت فاهم انت؟ ضربتين جزاء والشناوي صد كوره وكوره طلعت بره، خلاص بقى هم جابوا كوره واحنا جبنا جون. نفسي اعرف ليه مثلا عمرو السوليه ما دخلش يشوط، ليه مثلا ياسر ابراهيم ما دخلش يشوط، ليه يحيى عطوطو ما كانش بيلعب لا يعني. في حد تاني كان مين تاني مش فاكر يعني، اللي هم اللعيبه اللي هي ايه اللي ما شاطتش، ليه ما تخش تشوط؟ ليه يخش يشوط كهربا الكوره دي؟ اللي ضايقني من الموضوع اللي هو مثلا انتوا يعني هو مثلا بتاخدوا لقطه زي شيكابالا، ما هو شيكابالا في كاس السوبر المصري كان بياخد لقطه،
لما ضيع الفرصه الاخيره دي انت دخلت تعمل ازاي؟ وبعدين انت مثلا هم حملوك، مثلا انت لو هم حملوك المسؤوليه انت تشوط الكوره دي، فانت تهدى وتركز يا عم كنت تشوطها في نص الجون يا عم، ده كمان انت بتشوطها كده يقوم صاددها يا عم. فحاجه يعني حاجه تخنق يعني، وحاجه تضايق. فانا كان نفسي ان انا اقابل ريال مدريد، بس لا قدر الله ما شاء فعل. عموما يا جماعه عايز اقول لك على حاجه، احنا المفروض احنا بقى نقدم صفقات وكده يعني. هنلعب في كاس العالم للانديه في شهر 5، هنلعب انتر ميامي في البدايه او المباراه الافتتاحيه. لازم نجيب صفقات، لازم نغير بقى. طب احنا عشان هنقابل لعيبه تقيله، حتى نكسب الماتش الانتر ميامي، نكسب الماتش اللي بعديه بورتو، نكسب الفريق البرازيليه بالميراس. بعد كده انا عايز اكسب الثلاث ماتشات دي، وبعد كده بقى ربك يسهلها في اللي جاي. لو احنا كسبنا الثلاث ماتشات ديت هنعمل شغل حلو قوي. انت فاهم قصدي؟ بعد كده مش اخر مره هيبقى انتر كونتيننتال، هيبقى في بطوله، هيبقى في حاجات تانية. فاهم انت؟ لو احنا جبنا صفقات وعملنا شغل هنلعب في دوري ابطال افريقيا. لكن انت ما تزعلش مني، انت بتلعب في الكونفدراليه. عموما يعني، بس عشان ما ادخلش عشان الفيديو ما يطولش مننا يعني. مبروك النهارده، انت عملت النهارده مباراه كويسه رغم الظروف اللي انت فيها. مبروك يا عم، وهارد لك للمصري. كان معاكم محمد شبرون. طبعا المباراه الجايه اللي ليكم، طبعا اللي جايه يعني للزمالك، هتكون قدام سيراميكا كليوباترا. هتكون يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024، 19 12 2024. هتكون الساعه 8 بتوقيت مصر ما اعتقد يعني. ده هتتلعب برضو على استاد القاهره الدولي ما اعتقد. ف ده المباراه الجايه ايه لنادي الزمالك. لو عجبك المحتوى بتاعي ما تنساش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنزله. كان معكم محمد شبرون، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.